في ناس بنحبهم كأنهم أولادنا، ونديهم من وقتنا ومن عمرنا ومن قلبنا، وبنكون ليهم حضن وسند في وقت ما كانوا محتاجين حد، بس في لحظة بيتحولوا ونفضل نسأل هو فين الجميل وفين اللي كنا بنعمله علشانهم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم جدة ملك. والحكاية بتقول كانت أمينة ست بسيطة مربية فاضلة، خدت بنت أختها اليتيمة عندها من وهي طفلة صغيرة، وربتها وعلمتها وكبرتها كأنها بنتها تماما، بل أكتر كمان. كبرت البنت وبدأت تشوف نفسها، وصوت الناس اللي حواليها بيقول دي متربية عند خالتها، دي مش أمها. وفي يوم لما أمينة احتاجت البنت في شدة، رفضت تمدلها ايد المساعدة وقالت أنا مالي، أنا ليا حياتي دلوقتي. الكلمة دي كانت يعني أقسى من أي ضربة، لأنها جت من اللي كانت شايفاها بنتها وقطعة من قلبها، وازاي ما تمرش فيها الجميل ده. ولو وصلتوا لحد هنا فضلا وليس أمرا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك وكومنت جميل منكم في الصلاة على الحبيب. وعايزة اقول لكم مش كل اللي بنربيه بيطلع وفي، ومش كل اللي بنضحي علشانه بيفتكر المعروف. الطعنة الموجعة دايما بتيجي من أقرب الناس، بس في النهاية الخير عمره ما بيروح، وربنا هو اللي بيجبر وبيكافئ كل واحد. وفي النهاية اعمل الخير لوجه الله، مش عشان تنتظر مقابل من بشر، لأن اللي بيربي القلوب على الوفاء هو ربنا مش احنا. وكده الحكاية خلصت يا حبايبي. كنت معاكم جدة ملك، وسلام يا أغلى الناس.